السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. نتمنى ان شاء الله يلقاكم على خير وبخير. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم طريقه ديال تحضير كيك امريكان كنت وجدته في عيد ميلاد ديال الزوج ديالي. طريقته بسيطه وما فيش بزاف ديال التعقيدات بحال لي غاطو الاخرين. هذا كيجي ساهل والخدمه ديالو حتى هي سهله. غنقولوا بسم الله، غنبداو نحضروا الكيك. بسم الله. هنا عندنا في واحد البول عندي زبده سبيسيال، اي زبده حيوانيه، السكر، قبيصة الملحة، عندي الزيت، البيض، وفي واحد البول هنايا درت فيه الكاكاو مع الخمارة د الحلوى والطحين وغربلتهم، وعندي القشور ديال واحد الليمونة، يعني برتقالة ماشي ليمون حامض، يعني برتقالة. بالنسبة لأول حاجة كناخد هاديك السنيدة مع الزبدة، كما قلت لكم زبدة حيوانية يعني نوع مزيان، كنطربها شوية بالطراب ومعاهم قبيصة ديال الملحة، وغادي نبدا كنضيف ليها بعد ما خلطت شويه حتى انسجمت هذيك السكر مع السنيده. كما كتعرفوا دابا الجو شويه بارد، فكتبقى شويه قاصحه، واخا خليتها ماشي في الثلاجه كتكون شاده راسها. صافي طربتها شويه، من بعد كنبدا نزيد الزيت وكنبدا نطرب حتى كنكمل الكميه اللي عندي ديال الزيت، ومن بعد غادي نبدا نضيف البيض حبه بحبه. وبالنسبه للمقادير انا غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف، مقادير مضبوطين. داكشي انا حيت مزربه الفيديو ما بغيتش نبقى نقول لكم القياس باش ما نتلفش شي قياس، غادي نخلي لكم مضبوط كل حاجه العبار ديالها. صافي هنايا كنبقى نضيف البيض كما قلت لكم وحده بوحده، وانا كنطرب حتى غادي نكمل هذاك الكميه ديال البيض اللي عندي. بالنسبه لهذا الكيك هذا كيتخدم الطريقه ديالو عاديه كيف اي كيك، ماشي بحال الجينواز كنطلعوا فيها البيض هو الاول مع السكر. هذا كيتخدم بطريقه عاديه غير بالطراب، وما كتكونش فيه ديك الخدمه ديال اننا نطلعوا البيض مع السكر هو الاول. صافي من بعد ما انسجمت ليا مزيان هذاك الخليط الاول، هنا غادي نبدا نزيد النواشف اللي فيها كما قلت لكم الكاكاو والطحين والخمارات الحلوى. بالنسبه للكاكاو حاولوا انكم تاخذوا نوعيه اللي تكون مزيانه، كيكون اللون ديالها ماشي كحل ولا قهوي غامق. بالنسبه لي انا ما لقيتوش مولفه، ديما كناخذو بالعبار كيكون عندي، فهنا ما لقيتش. انا السيد اللي حدايا كيبيع شي الحلوى لقيت عنده غير هذاك النوعيه اللي اللون ديالو قهوي غامق، فبصراحه هو متيجيش زوين بزاف. فاش كيطيب لينا الكيك تجي اللون ديالو كحل وما كيجيش مزيان، فمن الاحسن ناخذ النوعيه اللي كتكون احسن، كيكون اللون ديالها قهوي فاتح شويه وكيجي اللون ديال الكيك ملي كيطيب مزيان. صافي هادوك النواشف حتى هما كنبقى نضيفهم شويه بشويه، وانا كنطرب حتى كنسلي الكميه كامله. وكاخر حاجه كنخلي هي القشور ديال هذيك البرتقاله هي الاخرى. صافي وكنطرب حتى كتنسجم. من بعد هنايا خديت واحد لوبول، عفوا اطار اللي غادي نطيب فيه، قياس ديال القطر ديالو هو 22 سنتيم. كنشد الالومنيوم كنديرو لتحت. من بعد اول حاجه بعد عندي الكيك كنقسمها على 3 الاجزاء، كل جزء فيه 270 غرام. هنايا هذاك السيركل كنصايب بيه 3 ليمون بهاد الالومنيوم، وسمحوا لي ما صورتش الطريقه ديالو. وكل مول ديال الالومنيوم كنخوي فيه 270 غرام ديال هذاك الخليط ديال الكيك ديالي، ومن بعد كندخلها طيب. بالنسبه للفران ديال الغاز كنطيبها عاديه. بعد ما كيكون الفران ديالي سخن مزيان كندخل الكيك كيطيب من التحت حتى كيطيب، وكنشعل ليه شويه من الفوق. صافي وملي كان الفران ديال الضو كنشعلو الحراره 160 درجه، وكيطيب تقريبا 12 حتى ل 15 دقيقه كيكون الكيك ديالنا واجد. صافي انا هنايا عاودت سميتو حيت ما كفاينيش باش انني نشرح، عاودت هاد المقطع هذا ديال فاش كنصور لكم الكيك هكا في الطاوه. صافي من بعد كندوز باش نحضر لا كريم باتيسير. عندي الحليب، عندي بودره ديال كريم باتيسير، سكر، سنيده وبيضه.
كناخد الحليب كنديرو فوق البوطة باش يسخن، وكناخد السكر سنيدة كنخلطها مع البودرة ديال الكريم باتيسير مزيان حتى كتخلط، من بعد كنزيد عليها هاديك البيضة وكنخلط مزيان حتى كتنسجم ليا هاد الخليط هذا. من بعد كناخد شوية من هداك الحليب اللي كيكون يلاه دفا ليا شوية، كناخد منو عا شوية كنزيدو على هاد الخليط هذا وكنرجع الباقي د الحليب فوق البوطة باش يسخن مزيان. علاش كنديرو هاد العملية؟ باش ملي نجي نرجعلو البيض فهداك الحليب وكيكون سخون مزيان ما ياخدش وقت كبير باش يتوجد ليا الكريم، ما كنضطرش انني نبقى نخلط فيه بزاف وهو فوق البوطة بالزربة كتوجد. صافي من بعد ما رجعت سخن الحليب خويتو على الخليط د البيض ورجعتو للكاسرون كنديرو فوق البوطة مع التخليط هكا مستمر، تحريك مستمر حتى كنحصل على لا كريم. شتو ما كتكونش لاصقه ليا في الكاسرونه، كنديرها في واحد البلاطو وغادي نغطيها بواحد البلاستيك غذائي وغادي ندخلها الثلاجه حتى تبرد مزيان. غادي ندوزو باش نوجد السيرو. كناخد كاسرونه كندير فيها كاس ديال الماء، نص كاس ديال السكر سنيده وقشور ديال الليمون باش كنحافظ على هذيك النكهه اللي كاينه في الكيك. حتى السيرو درتو بنكهه الليمون. كنحطو فوق البوطه غير كيغلى هكا كيطلع الغليه صافي كنطفي. هنا غادي ندوز باش نوجد الطبقه المقرمشه. عندي الشكلاط بالحليب مذوب مع الزيت، عندي الفيوتين والبخاليني. كما قلت لكم مقادير غنخليهم لكم في صندوق الوصف مضبوطين. كناخد هذاك الشكلاط اللي ذوبته مع الزيت كنزيد عليه البخاليني وكنحركو مزيان، ومن بعد ما كيكون برد غادي نضيف له الفيوتين. بالنسبه للفيوتين راه كيكون مقرمش، ولا مكان ما مقرمش دخلوه الفران واحد شويه هو سخون مزيان والفران طافي حتى كترجع له ديك التقرميشه ديالو. صافي الكيك من بعد ما طاب وخليناه بطبيعه الحال حتى برد لينا مزيان كيجي على هذا الشكل هذا. غادي ناخذو درتو هكا فوق واحد الكارطون في الطابة من طبيعة الحال وحطيت السيركل. شتو هو كنوريكم الكيك كتحيدوه من الالومنيوم بسهوله راه ما كيلصق ما والو وهو راه بارد مزيان. صافي من بعد حطيت هذاك السيركل اللي فيه 22 في القطر 8 سنتيم في العلو ديالو. حطيت الطبقه الاولى ديال الكيك وغادي نزيد عليها هذيك الطبقه المقرمشه اللي وجدت بالفيوتين والشكلاط والبخاليني. صافي كنسرحها مزيان غير بواحد المعلقه وكنخليها تبرد جانبا. غادي ندوز باش نوجد لا كريم موسلين. عندي هنايا الشكلاط الزبده وعندي البخاليني ديال اللوز ولا النوازيت اللي موجود راه او اللي توفر عندكم ماشي مشكل. عندي هنايا لا كريم باتيسير بعد ما بردت مزيان جبتها من الثلاجه حطيتها هنايا في واحد زلافه وغادي نطربها مزيان بالطراب حتى كنحصل على واحد لا كريم اللي كتولي ليس كتولي رطبه ما كتبقاش هكاك عاقده وشاده راسها، كتولي لينا على هذا الشكل هذا كترجع رطبه. صافي من بعد غادي نبدا نضيف لها الزبده. بالنسبه للزبده بما ان الحال بارد وما كتبغيش تولي لنا بوماد فدخلتها انا الميكرو ويف غير واحد شويه حتى طلقات ليا باش نقدر انني نخدمها بلا ما يبقى، حيت لا كانت بارده بزاف وقاصحه واخا كنخدموها بالطراب كتبقى لينا حبيبات ما كتبغيش تنسجم مع هذيك الكريمه. صافي من بعد كما قلت لكم ماشي تذوبوها بزاف، يعني حطوها هكا في شي فران يكون سخون وطفيتو عليه وباش غير كتطلق شويه كتولي بوماد. صافي من بعد كنبدا نضيف هذيك الزبده على لا كريم باتيسير شويه بشويه على شكل مراحل، وانا كنطرب حتى كنحصل على واحد لا كريم موسلين. ومن بعد غادي ناخذ الشكلاط حتى هو كنديرو يذوب باش كيبرد ليا، يعني حطيته كيذوب ودزت كنخدم في لا كريم ديالي. بنتي هي كتعاونني باش نصور حيت ما ديك اللي كنت كنلصق فيها التليفون تصور ليا تهرست ليا باقا ما خديتهاش، فالتصوير سمحوا لي جا على هذا الشكل هذا ما جاش مزيان وحتى الضوء ما كيساعدنيش باش يكون الفيديو مزيان. كما قلت لكم هذاك الشكلاط درتو يذوب
وكنخليه حتى كيبرد، من بعد يكون بارد شوية، وكنزيد عليه البراليني باش حتى هو كيزيد يساعدو باش يتطلق ويبرد مزيان. كندير الكمية ديال البراليني على هداك الشكلاط وكنخلطها مزيان حتى كنحصل على الشكلاط يولي على هاد الشكل هذا، ويولي بارد ضروري ان الشكلاط ديالنا بارد باش ملي نديرو على هاديك الكريمه ما يذوبهاش، ما يكونش الشكلاط سخون والكريمه ديالنا بارده. صافي من بعد غادي نضيفو هكا كله مره واحده، كنضيفو على هذيك لا كريم باتيسير اللي طلعت مع الزبده، وغادي نخلطهم مزيان حتى كينسجموا. وهنا كنحصلوا على لا كريم موسلين بالبراليني والشوكولاط. صافي من بعد ما كنحط كامل هذاك الشوكولاط مع البراليني، غادي نخلط الكريمه ديالي كامله على هذا الشكل هذا. كتجي واحد الكريمه اللي بنينه بزاف وزوينه. هاد الكريمه هادي باش زوينه ما كنحتاجوش فيها لا جيلاتين ولا لا كريم فريش. بالنسبه للناس اللي ما كيكونش عندهم جيلاتين ولا كريم فريش، هاد لو كيك او هاد لو غاتو هذا كيجي زوين وسهل في الخدمه ديالو. صافي من بعد كناخذ هاد الكريمه نقص منها واحد شويه، غادي نخليه على جنب حيت غادي نحتاجو من بعد في التزيين. وهذيك الكميه اللي حصلت عليها غادي نعبرها وغادي نقسمها على 3 باش كنديرها على 3 ديال الطبقات، وكل طبقه كتجيني متساويه مع الاخرى، ما تجيش وحده فيها بزاف وحده فيها شويه. يعني عبروها في الميزان ومن بعد داك العبار اللي عطاتكم قسموه على 3. كناخذ العبار الاول او القياس الاول كنحطو فوق هذيك الطبقه المقرمشه على هذا الشكل هذا، وغادي نسرحو مزيان، نسرحوه بالمعلقه او باي اداه عندكم تساعدكم باش تسرحوا الكريمه ديالكم. كما قلت لكم هذاك الساق اللي كنخدموا فيه 22 في القطر ديالو، ويكون فيه 8 سنتيم في العلو. بالنسبه لهذا انا اللي عندي من داك النوع اللي كيكون كيكبر وكيصغر، ففيه في العلو ديالو اكثر من 8 سنتيم. كاين واحد كيتباع كيكون 22 على 8 اكزاكت، ما كيكونش ما كيزيد ما كينقص. صافي من بعد ما كنكمل نسرح هذيك الطبقه ديال الكريمه، كندير الطبقه الثانيه ديال الكيك، وهاد الطبقه الثانيه كنسقيها. بالنسبه للطبقه الاولى ما كنسقيهاش حيت كتكون هي القاعده ديال لو غاتو خاصها تكون شاده راسها مزيان، فما كنسقيوهاش، كتبقى غير في الرطوبه ديالها العاديه. اما بالنسبه لهاد الطبقات الاخرين هاد الثانيه والثالثه فضروري كنسقيهم بالسيرو باش كيجيو رطبين. صافي من بعد ما سقيتها مزيان غادي نضيف لها الطبقه الثانيه ديال لا كريم كذلك، والطبقه الثالثه حتى هي بنفس الشكل. حتى هي كنحط الكيك ديالي وكنسقيه مزيان بالسيرو، ونحط الطبقه الثالثه والاخيره ديال لا كريم موسلين اللي بقات ليا، وغادي نسرحها حتى هي مزيان باش تكون واحد الطبقه اللي متساويه، حيت هذه كتكون هي الوجه ديال الكيك ديالنا. كما قلت لكم حيت انا الاطار عندي فيه اكثر من 8 سنتيم، فكيجي يبقى الاطار عالي من الفوق، فماشي مشكل. اما الا خديتو داك اللي فيه 8 راه يلا غادي تجيكم قياس. صافي من بعد ما سرحتها كناخذ هاد السباتيل هادي وغادي نحاول انني نليسي مزيان هذاك الوجه ديال هاد الكيك، نحاول نصايبو مزيان باش يجيني واحد يجي مقاد من الفوق يجي مزيان. صافي من بعد ما غادي نسالي هذيك الكريمه ديالي نسرحها مزيان، غادي ندخلو المجمد على الاقل واحد ساعتين او 3 حتى كتقبط لي هذيك الكريمه مزيان. كناخذ 100 غرام ديال لا كريم فريش غادي نديرها في كاسرونه ونديرها تسخن، وعندي 100 غرام ديال الشوكولا غيش بالحليب يعني الشوكولا اولي، وغادي نحطها هذيك الشكلاط في هذيك لا كريم اللي هي سخونه، وغادي نخلطها مزيان حتى تذوب. بالنسبه للشكلاط حيت ما دابش لي مزيان
فدرت واحد النقراج درت فيه الماء طايب وحطيت فوقو ديك الزلافة، بقيت كنخلط مزيان حتى طابت لي حتى دابت هاديك الكاناش، من بعد غطيتها ودخلتها للثلاجة المجمد وخليتها باش تبرد لي مزيان واحد ساعة ولا ساعتين. من بعد ما الكيك ديالي برد وهاديك لا كريم شدت راسها، فصافي جبدتو وحيدتلو الإطار. من بعد هاديك لا كريم موسلين اللي كنت خليتها من هادوك 3 طبقات كنت قلت لكم غتخليو واحد شوية غادي نحتاجوه للتزيين، هو هذا غادي ناخدو غادي نديرو في الجناب ديال الكيك كما كتشوفوا على هاد الطريقة هادي. غادي نحاول نغطي هذاك الجناب كاملين بشي معلقة ولا بأي طريقة تليسيو بها هذيك لا كريم. من بعد هنا كناخد الفيوتيل وغادي نزين به الكيك ديالي هكا من التحت. هذا كيبقى كتزيين، فالتزيين ديروه بأي طريقة بغيتو، تقدروا تقدموه غير هكا إلا كنتو ما عندكمش شي مناسبة غير لوليداتكم، ديروا ليه شي تزيين بسيط من الفوق وتقدموه صافي. هكايا كنحاول نكمل كنبقى ندور بيه معاه حتى كندير له الفيوتين هكا، كنديرو غير من التحت فما كنديروش كامل، كنحاول انني نقادو مزيان باش يجي الشكل ديالو زوين. صافي على هاد الشكل هذا حتى نكمل ندور معاه كامل. هنايا صايبت واحد الكاناش غادي نزين به، درت غير الشكلاط ذوبتو هكا حتى داب ليا مزيان. من بعد غادي نزيد عليه شويه ديال الحليب ونخلط مزيان حتى نحصل على واحد الكاناش اللي نصايب بها هادوك الدميعات من الفوق، فما تكونش الكاناش خفيفه باش ماشي غير كنحطوها وتصيح لينا بزاف، ما تكونش صايحه وما تكونش ثقيله باش نقدروا نتحكموا فيها. صافي من بعد كناخدها هكا تكون على هاد الشكل هذا، فهنا غير الشكلاط والحليب يعني ما تحتاجش انكم تعبروا ولا شي حاجه، عينكم ميزانكم. صافي كناخدو كندير بها الدميعات هكا من الفوق تيجيو على هاد الشكل هذا، كيعطيو حتى هما منظر زوين للكيك ديالي. وصافي هنايا هذاك الكاناش من بعد ما بردت ليا مزيان في المجمد ولات على هاد الشكل هذا، غادي ناخدها غادي نديرها في واحد لوبول وغادي نزيد عليها 100 غرام اللي بقات لي ديال لا كريم اللي هي بارده، يعني عندي 100 غرام د الشكلاط و200 ديال لا كريم، 100 درتها سخونه و100 خليتها بارده حتى الاخر. صافي كناخد من بعد نخلطهم هكايا بجوج وغادي نطلعهم مزيان بالطراب حتى نحصل على واحد الكاناش مونطي. هذه فقط كتبقى للتزيين، يعني ماشي ضروري انكم ديروها، تقدروا تزينوا باي حاجه كما قلت لكم، هذه كتبقى اختياريه. انا حيت عيد ميلاد وهادو حاولت اني نصيب واحد الكاطو يكون الشكل ديالو زوين. فصافي من بعد ما طلعت ليا هذيك الكاناش مونطي ولات على هذا الشكل هذا، خديت واحد جيب حلواني درت فيه هذيك لادوي اللي كتخرج لينا هاد الوريدات، عمرتها بهاد الكاناش مونطي وبقيت كنصايب هاد الوريدات هكا على هاد الشكل هذا من الفوق وحطيتهم نيت فوق هذيك الكاناش باش ما يبقاش الشكل ديالها باش ما تبانش، حطيتهم من الجناب. صافي من بعد نكمل تزيين. انا ما غاديش نكتب كتبت فيها غير ام، وهذيك هابي بيرثدي كاينه في هذيك العيبه اللي كناخذو بالبلاستيك فما احتاجيتش انني نكتبها. صافي درت هكا واحد السيجار قسمتهم درتهم طريف هاد الشكلاط وهذوك الشكلاط حتى هو هي اللي زينت به، فهذا غير تزيين يعني كيبقى اختياري. وكان هذا هو الكيك امريكان اولا الكاطو اللي حضرت. نتمنى ان شاء الله نكون شرحت لكم مزيان، والمقادير راه غنخليهم لكم اكيد في صندوق الوصف، فما تبخلوش عليا باللايك ديالكم. نتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم، بارطاجيوه مع الناس اللي كتعرفوا وصحابكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ووصفات جديده باذن الله تعالى. من بعد غنوريكم هذه هي لو كاطو كيفاش كجا بعد ما قطعناه. يلا تهلاو في راسكم، مع السلامه.